اوف ظهري يا اشر اشر. اليوم راح يكون معنا بالفلوج. اول شيء راح نفطر فطور خفيف، فطور سوري طبعا، وبعد ذلك نرجع للمطبخ وراح يحضر لنا بعض الاكلات ان شاء الله. منطقة جمهوريات اجينا المخطط كان على اساس انه ناكل اكل سوري، نفطر نسوي فطور سوري، ولكن بسبب العيد اليوم نهار عيد، لهذا السبب اغلب الاماكن اغلب المطاعم مغلقة. فحاليا جار البحث على مطعم فاتح. طبعا اجينا للسنيورت ميدان. ليش؟ لانه خلصت كل الطرق، كل اغلب الاماكن مسكره. لهذا السبب اجينا الى سنيورت ميدان. هنايا يعني اي واحد يحس بالغربه، يحس بالهاي، يقدر يجي لسنيورت ميدان، يقدر يلقى كل المطاعم العربيه. وصلنا واخيرا. فلافل شيء سريع مع ما اقدر اشوفها، نشوفها الكاميرا هيك. فول بالطحينية والفلافل، الاكل الشعبي المعروف مال السوريين. خلينا نجرب. حارة طبعا، ممتازة رهيبة. ان شاء الله يكون عن يدي على لمستي باذن الله عن قريب. الفلافل بصفحتي ممكن يسويها ويصور فيديو ان شاء الله. جرب. الكاسة مال السوريين مال الشاي تجي كبيرة، مو مثل كاسة الأتراك. لا يا احلى. وتقدر تسوي هيجي تغطي الفلافل بالفول. زيت الزيتون ريحته تضرب بالراس. والعفو. عندي احلى شيء هاي الصحن السلطه المعجزه. مبين نبيلها كذا. عندك مخلل طرشي. هاي احلى شيء، دمار. طبعا عندنا برنامج الغداء باذن الله يكون اكلات رئيسيه ومشهوره سوري ان شاء الله. حيكون عن قريب، شاهدونا. ممكن تكون سلسله. نعم.
طبعا يجي في أكثر منطقتين باسطنبول أو أكثر من منطقتين اللي يروحون ما يحس بأي غربة، اللي هي سنوات ميدان، والمنطقة الثانية هي الفاتح، منطقة الفاتح، لأنه يتواجد بها كثير عرب، كثير مطاعم عربية. وأعتقد أكو أكو أشخاص أصدقائي قالوا لي أن الأكل الموجود باسطنبول، الأكل السوري الموجود باسطنبول أطيب وأحلى من الأكل الموجود بالشام نفسه، سوريا. طبعا ليش؟ لأنه هون المواد اللي يستخدمونها تازة وعالية الجودة، فلذلك يطلعون أكل طيب. هم يعني بصراحة هم أكلهم أساسا طيب السوري. ومن تروح مطعم سوري أو مكان سوري يحسسونك بأجواء العيد أو أجواء رمضان. السندوتش المفضل مالتي حط وحدة فلافل تعجنها، وبعدين خلي الريحان نعناع. هذا حار؟ لا معقول. متأكد؟ ذوقه أكلته؟ حار؟ تمام، على مسؤوليته. بسم الله. تمام. اي صحن فتي بصل بدون بصل يعني ما يصير. صحن فتي واحد وحمص. الجملة نفسها بالضبط جبتها 250 احنا قلنا 255 صحن فلافل. نعم ممتاز بالعافية. هذا المكان مالتهم في النهاية وبالنهاية واخيرا يعني هذا المكان باسطنبول ما افتريناه. نعم وصلنا على 5 ميجروس والبيش ميجروس الأكبر مول سوبر ماركت بيكون على طرف أكبر واحد هذا هنا؟ أي نعم أكبر واحد. أي 5 ميجروس أكبر واحد، وفي أحسن منها وأكبر هي المترو ماركت، طبعا بعيد لنا ونحن ناخذ أغراض على الوجبة أو الطبخ اليومي فقط. أما المترو أنصحكم إياه يكون أحسن وأحسن. هسه احنا أساسا بدنا ننتظر هنا حتى يفتح الميجروس ما بعده ما فاتح. طبعا اجونا وقالوا ان التصوير ممنوع بسبب الاسعار، يعني ما لازم نشارك الاسعار على الانترنت مثل ما قالوا، ما اعرف. فلذلك حتى طلبوا منا نمسح الفيديوهات اللي صورناها. قلت لنا الفيديو ما راح يمسح، لانه ما نقدر نسحب او نشوفه. انا مصورت من كاميرا ثانيه مو من التليفون. مع هذا راح بس نرجع للبيت نشوفكم قائمة الأسعار وقائمة المشتريات. هل أنت حزين؟ قليل. نكمل. المشتريات هي حاليا السوق، البقلاوة الباردة المبللة، وبيض، سمك، وخس، بصل، باذنجان، وهذا الدجاج. هذا الدجاج راح نرجع لهم ونقطعه، نسوي قطع مع القهوة والثوم، بعدنا ما مخلصين. سمك فريش طازج. هاي النوع السمك طبعا تشوبرا بسموه. هاي نقدر ان شاء الله عن قريب نسوي وصفة بالفرن. الدجاج طبعا
الدجاج حبة كامل طازج فريش. طبعا مع البقلاوة عندنا سوق بقلاوة البقلاوة الباردة. نعم السوق بقلاوة بيكون جوتها ايس كريم ودون دورما. طبعا هاي شكلها، هاي افخم نوع واعلى نوع، طبعا يكون مجمد. هاي الثوم درجة اول اورجانيك طبعا. وعندنا الخيار، بنصح للشباب بيكون البيض بيض الاورجانيك بيكون الدرجة الاول واحسن شيء للصحة والروتين والبروتينات كلها كاملة. ما ننسى المقلوبة الاساسية هي الباذنجان طبعا. كم كلفت الفاتورة كده؟ ما اعتقد بقى شيء ثاني. بقيت فقط الزنجفيل عفوا. هاي هو الفريش. تمام. وانتهينا كذا. اذا شيء كم الفاتورة الكاملة؟ الفاتورة طبعا 1160 ليرة تقريبا. 1160 ليرة بعد الخصم بعد العروض. بموضوع انه الجوميلك الحارس او المسؤولين الميجروس طبعا منعونا انه نحن نصور، لانه البروسيس الميجروس وبعض السوبر ماركت كبير عشان الاسعار والقوانين وما نخالف القوانين، منعونا نحن نصور الفيديو. وهاي السبب ممكن 20 او 30% بالنسبة اخذنا التصوير، و80% للاسف ما قدرنا نشرح لكم تفاصيل كامل. وان شاء الله المرة الجاية نشوف القوانينها وتدابيرها ونتوكل على الله. اخذنا الغراض مال طبخة، راح نروح البيت يوسف حتى نسوي الطبخة وبس. مو أكيد اليوم مغامرات كثيرة ان شاء الله. السلام عليكم من جديد. لقد وصلنا البيت الآن. زي ما بتعلمون أن أخذنا الأغراض، والحين نقعت الرز. غسلت الرز البسمتي مبدئيا، وغسلت العدس نقعتها. نحن زي ما اتفقنا نجهز اليوم وصفتنا الريسيبي المقلوب الطريقة الشامية ولمسات من طرفي. والثاني عندنا العدس المرجمك وشوربة العدس، وهاي الأساسية. وعندنا الثالث سلطة الفتوش. شاهدونا وتابعونا. راح نسوي يمكن واحد بواحد، وعندنا ضيف الشرف اللي هو المصور المحترم الأستاذ عمر، راح يكون ويانا أول بأول. أكيد. هسه شنو عندنا شيفنا العزيز؟ طيب زي ما تشاهدون نحن نقعنا الرز. أستاذي. نعم. أي. نقعنا الرز طبعا. هاي كيلو وربع. زودتها شوية. كانوا كثير يعني احنا ثلاث اشخاص. ثلاث اشخاص اللي اذا زادت ناكلهم بقوة. وهاي عندنا العدس. العدس البرتقالي او الصغير الحب نقعناه خليناه وجهزنا الامور، ونبدا نبلش الان على قص الدجاج وترتيبها وسلقها وامور المقلوب اولها باول. طيب نقطع الصعب. بسم الله. نبدا نقص الدجاج عن طريقه نسلخ الجلد اولها، وبعدين نبدا نقصها 8 قطع. طبعا اي طريقة يكون لها قص وترتيبها. نعم. هاي اول شيء اخلاع الجلد بطريقة سهلة. طبعا احنا كان نقدر نقطعها بالماركت اللي اخذناه، ولكن عرفتوا انه شنو اللي صار بالماركت. ما اقدر اقول طردونا، ما طردونا، وانما قالوا انه ممنوع التصوير، منعونا. وهاي السبب لانه احنا الحق علينا طبعا، لانه احنا دخلنا بدون اذن. لازم اول شيء نستاذن من الاداره الموجوده بالماركت، وبعدين نقدر نصور. ما راح يقولون شيء، بس احنا فتنا مباشره وصورنا. يعني ما نقدر نلومهم.
سبب من عندنا نقدر نقول. فاخذناها كامله بدون تقطيع. اساسا هو شيف ما طبعا نبدأ نوصل القناة أو الجناح بالطريقة هاي، نسلخ الجلد طبعا بهاي الطريقة. والله ضبطها تنظيف بهاي الطريقة. طبعا هاي ما نستفيد منها، هاي الزفر وهاي الأمور. ما فيها لحم هذه؟ فيها لحم بس نحنا وصفتنا ما نحتاج فيها. ممكن في بعض الوصفات الثانية نستفيد. هاي الصدر. نعم هذا هو الصدر، نظفناه. وهاي القناة أو الجناح، وهاي الوركة. نعم هذا هو. كذا انتهينا. عندك شيء يا؟ لا الخطوات عندك. انا هسه انا متفرج حاليا ومعلق بنفس الوقت. خلصنا بهاي الترتيب، نبدا على الترتيب الثاني، على الخطوه الثانيه. نعم، واللي هي بعدين. طيب اول شيء نحط الزيت بس كفايه. بيسخن الزيت، نبدأ على البهارات الصحيحة، البهارات الأساسية. عندنا حبة بصل صغير، وعندنا ورقة الغار والمسمار، القرفة والقرنفل، حبة شطة حارة، هيل طازج، وعندنا هيل حبة كبير، فلفل أسود، وعندنا البهار الحلو، ثوم قطعتين. وهذا عندنا الورقة الماجي، طبعا ما فتحتها. نبدأ، هذا هو. نعم اسمع بس. طيب عندنا الدجاج، حمرناه شوية، أخذ لون ذهبي زي ما انتم شايفون. يلا، ولا نضيف موية. بس نفرقها، نقفل عليها لمدة ربع ساعة و20 دقيقة حسب النوع الدجاج والحجم. نعم، نقص هاي شرائح سميكة عشان المقلوبة على الزينة طبعا. وهاي الآخر واحد، نتبع على إصبعنا كده. انتهينا. زي ما انتم شايفون السماكة بيكون هيك بالترتيب جاهز. 1 2 3. طبعا نقص بلا باذنجان بلا بطيخ، نقشر.
طبعا زي ما قصيناه شرايح عشان المرارة بيطلع لازم نملح شوية على الكمية أكثر، وطبعا مع القلي بيروح. هاي المرارة بينزلها الملح. وبهاي الأثناء خليني أشرح لكم عن الشاي الأفغاني. الشاي الأفغاني هو شاي أخضر يعتبر، مو؟ شاي أخضر، شاي عشب. أنا أول مرة، هاي ثاني مرة أجربه عند صديقي يوسف. صراحة طيب، ما يحتاج أي شكر لأنه هو طعمه مو كثير مر مثل الشاي العادي. هاخذ واحد ثاني، نسيت. طيب عندنا البراية نبري البطاطا. واحد. لا 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 لا، ما في داعي هذول. أنا مثل ما قلت لك الخضرة كلها تكملها. تعال استاذ. شنو الريحة؟ بيرفكت. طبعا نحط الزيت عشان القلي، الباذنجان والبطاطا والبصل وكم شرحات الطماطم. حاليا حليناه عشان يسخن الزيت. اول ما بيسخن الزيت نبدا نقلي هاي الامور. تعودنا على السكوت. عندنا البطاطا والبصل شرايح وهاي الباذنجان دحين نسلقها زي ما انتم شايفون. اول شيء نبدا على البطاطا، الزيت حامي وساخن. 1 2 3 4 هاي 5. طبعا نحن ما قشرناه كامل لان هاي تشكيله والشكل هاي لها طعم خاص. طبعا خلينا البطاطس ونبدا نستمر مع البصل والباذنجان. اوكي. طيب قول لي على الاقل كان جايز لك شيء سنيكرز. طيب بسم الله. بدينا نسلق الباذنجان. طبعا الزيت حار، غليان، بيلعب كذي على. طبعا لمساتي، اذا بصير لمساتي الاكل ما تحلى. طبعا اكيد توسل بي وقال لي يا ريت لو بس تحط ايدك، حتى بسم الله يصير نفس بالاكل. بسم الله. كذلك ايضا. طبعا زي ما شايفين انه نحن صلحنا، دلينا الباذنجان مع البصل شرايح والبطاطا او البطاطس. نعم زي ما سلقنا الدجاج جاهز الحين بعد 20 دقيقة. الطراوة والريحة دمار. وعندنا طبعا هاي مرقة الدجاج. طبعا هاي البندورة نفصها شوية سميك على يكون الزينة المقلوبة. طبعا يكون الحجم هاي الحجم. انتبهوا لازم يكون الحجم كبير رجاء. هذا السماكة. طبعا دحين بلشنا نبدأ المقلوبة، الشغل الأساسي اللي نحن متعودين عليها.
عليك سجلي بس هذا يشوف 1 2 3 زي ما عندنا ترتيب حمصناه. طبعا فكرة التحميص جت من عندي طبعا لانه احنا اغلب اكلنا تشريب الدجاج، اللي يعرفون تشريب الدجاج نحمص الدجاج قبل ما نحطه، قبل ما نقدمه، يعطي احمرار ويعطي طعم طيب. طبعا الحين اللي عندنا الرز المنقوع لمدة نص ساعة أو أكثر 40 دقيقة، موية بارد، مغسول 3 مرات يكون النشا البياض بيكون ننهيها. وعندنا المرقة جاهز، نحط البهارات على المرقة. هاي البهارات المقلوبة يكون البهارات المشكل والكركم والفلفل الأسود. سوى شوية وكاحة اللي هي وكاحة يعني، فسوينا شوربة العدس لأنه ما يقدر يسويها، فسويناها خلطناها بالبكسر. بكسر اسمه جوسر. ها؟ جوسر بلندر. بالبلندر تمام. الفتوش كله أناقة وجمالة. طبعا بيكون المكونات بصل، خيار، خس، وبندورة، والزيت زيتون، دبس الرمان، وخردل بالعسل، والسماق. وبدال الملح الليمون نمشي على الأورجانيك، نستخدم فريش عصير ليمون، عصرة الليمون عفوا. وبيكون عندنا النعناع اليابس وسماق وزيت الزيتون. ولمستها الأخير بيكون الفتوش، هي أساسيتها الخبز المقلي، الخبز السوري أو السحابة بسموها. بيكون هاي الشيء وآخرها لمسة من لمستها دبس الرمان من فوقها وانتهى. اوه ما شاء الله ما شاء الله، الريحة دمار رهيبة. طبعا نطلع على قرب 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 قرب. ريحتها شغلة. طبعا هسه تعلمت تكتيك مع القلب المقلوبة بسم الله نحاول ويا إن شاء الشيف الله. يوسف. يكون بهاي الطريقة. بسم الله، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. بسم الله. ولازم نحاول على السريع. 1 2 3. نخليها كم لحظة عشان بينزل المرق، بينزل كل شيء على شايف الرز. شايف الرز نثري نثري، حبة طويلة ونثري. بسم الله. اوه تسمح لي اشيل الورقة؟ شيلها. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. شوف كمية الجمال الموجود تحفة فنية. لا البطاطا ما اقدر اتركها، عذروني البطاطا هي حار، اذا حار اكثر نقطة ضعفي. طبعا الحركة المشهورة. هسه خلينا نجرب الصوص الخاص مال يوسف. اوه ممتاز، ننطي رأينا بكل صراحة.
رهيب طبعا. طعم الرز مستوي استواء كامل. طبعا السلطة هي من ايدي، لذلك ما راح اقيمها لانه توب 5 مباشرة. ولكن الرز مع الدجاج اثنيناتهم مستوين استواء كامل، وطعم البهارات متناسق تقدر تقول ببعضها، منسجم. لذلك يعني طعم يعني خرافي، يعجز اللسان عن التعبير. 3. يلا هسه ناخذ رأي استاذ عمر اللي صار لنا 5 ساعات عم نصور ايه من فيها. الصبح هسه ننطر بدون بيها. مجامله طبعا. اللي جامل جاي تمام. طبعا يا سووا ميكس مع سلطة. البطاطا، سووا ميكس البطاطا مع الدجاج مع الرز. طبعا البطاطا كثير يعني دغري بدون معلقه تلقسم. بكل صراحة طبعا بدون عرق، بتنبلع دغري مثل المي، وكله متناسق مع بعضه.